قالوا انهم هيخرجوا المعتقلين تحت قانون الطوارئ. انتباه، استيقظوا، لو حد مغفل مني شويه يصحى. ده معناه ان كان في معتقلين. الله، ايه الاعتراف الجميل ده؟ يعني انتوا كنتوا معتقلين ناس بقانون الطوارئ. امال كنتوا قاعدين تقولوا احنا ما عندناش حاجه قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ زي الفل، وقانون الطوارئ ماشي. في بقى الاديب السيناوي ابن سيناء العظيم والعظيمه مسعد ابو فجر. الاديب العظيم ده اللي واخد يا جماعه، الراجل الجميل اللي قدامكم ده على الشاشه، واخد 19 حكم قضائي بالافراج عنه، مقبوض عليه من سنة 2008 طبقا لقانون الطوارئ، واخد من محاكم 19 حكم قضائي بالإفراج عنه، والداخلية والحكومة ما نفذتش. واستخدمت قانون الطوارئ لأديب روائي كاتب. هذا الرجل اللي انتم شايفينه ده مش زعيم خلية إرهابية، ولا ده زعيم عصابة، ولا له في المخدرات طبعا، ولا راجل طوارئ خالص، ولا عمره كان طارئ. ده راجل ابن البلد وابن سينا، ده أديب مؤلف كاتب، يعني روائي لا يستخدم غير القلم والورقة، مقبوض عليه من سنة 2008، ومع كل 19 حكم قضائي لسه طبقا لقانون الطوارئ مقبوض عليه ومحطوط في السجن، وكمان أحيانا كتير قوي ما نعرفش أنهي سجن. طيب مش يفرج عنه بقى؟ مش يفرج عن مسعد ابو فجر؟ مش هيطلع للاديب ده فجر؟ يعني حرام، يعني واحد بقاله كل الشهور والسنين دي مقبوض عليه عشان قانون الطوارئ اللي انتوا بتقولوا لا ارهاب لا مخدرات، وراجل لا ارهاب ولا مخدرات ولا متهمينه بحاجه، ويروح المحكمه يبرروا له يخرج. انت ايه اللي جايبك؟ 19 حكم قضائي بالافراج عنه وما تفرجوش عنه. فهل هيفرج عنه؟ ده اختبار من ضمن الاختبارات الحقيقيه للاوهام اللي قالوا لنا انهم غيروها وعدلوها وجملوها وزوقوها وروقوها وجوزوها، اللي هي التعديلات الجديده بتاعت قانون الطوارئ.